يا غدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع من نكتة فينا. سيري يا أغدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع من نكتة فينا. وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع، دنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسرة وجع، وشحت انا وجع السنين خلق الله عماها الطمع، الراجي ربنا ما بخيل والسند ربنا ما بقى. يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب يا دروب الرجع ودي للحبايب رجعينا، يا زمان الفرقة عدي خلي أفراحك تجينا، قد بضلك في الهجيرة يا غميمات ضللينا، شد حيلك يا خطاوي يا مسافات اجمعينا. يا غدار عنادي حني مرة وارحمينا، يا فرحة ليه طول غيابي والوجع فيه مكتفينا. في ظلمة الليل الطويل ضاع العمر غربة وسفر، جوانا رغم الهم أمل راجين تباشير المطر، صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر، صابرين وتب ما فينا حيل ماشيين عليه كف الغدر. يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب، يا الله من ظلم البشر، يا الله من كسر القلوب. مكتبة المكتبة إكسبريس نقدم لعملائنا الكرام جميع أعمال الدعاية والإعلان، جميع أعمال الإكريليك، طباعة البوسترات بجميع أحجامها، طباعة UV على المعادن والملابس، جميع الخدمات المكتبية. عنواننا العين، شارع التخطيط قبل صيدلية لايف. الأرقام أسفل الشاشة.
سندل الزول ده سوا ولا اديك الهوا؟ لا اديني الهوا، انا حبيتي بجيبه براي. ايش يا معلم؟ استاذ ياسر تفضل. اصحى يا ترس، حربك بس. جو جنباوية. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوه كده بيقتلوا، بيجيب العيد. حربي غلط، انت زول اعطيك الزول. بقيت اتكلم معاهم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا لما جيت المدرسة ما كان غالب ناس أطبك أنت ومديرك، لكن أبيت عشان عيب تتهزأ قدام الطلبة. التربية بالذوق والأدب ما بالقوة. اللي عملته أنت ليمونيا جيت عملته ليك وأكتر. أريدك تفهم أنتوا كالطلبة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمنا حاج. مينو؟ مصطفى. مصطفى ولدي؟ يا هو حاج. القارئة أولاد الدوش ديل أنت سويته ولا ده كلام ساي؟ لا ده ما كلام ساي، حصل. سويت كده ليه؟ تغتصب وتقتل؟ ودي ما أول مرة. كيف يعني؟ حاجة الرضي مش قبل كده قال لا أدب عليك وداك كف قدام الناس، عارفوا مات كيف؟ وقع في البير؟ وقع في البير، لكن الدفروا منه، دفروا مافيا. انت داير تقتلني؟ ما كفايه اخوك القاعد في السجن ده بسببك انت؟ سير ما خش بسببي. انا سرقت لكن ما قلت لها مش قول انت سرقت، اتصرف من راسه براو. يا حاج انا بعرف احل مشاكلي كيف. يفضل فيها مشاكل تاني؟ اسمع يا مصطفى، ما عارف ليك لا في الدنيا ولا في الاخره، ولو بشوف كنت سلمتك للشرطه بايدي دي. يا خلقاكي كده يا حاج، انا جبت لك قروش عشان تتصرف بيها. انا ماشي، القروش دي تلقاها جنبك في السرير. ما دايره، شيل قروشك واطلع، ما عارف ليه. كده انا ماشي. بابا كنت وين؟ انت لسه صاحي؟ ما حقدر انوم الا انت تجي. كنت وين؟ كنت في مشوار. عارفه مشوار وين؟ وانت ليه بتسألي كده يا حلوة؟ في شنو؟ لاني عارفاك. كنت وين؟ كنت وين؟ مشيت تجيب لي حقي. ما حصل. مش نحن اتفقنا انه ما نكذب على بعض؟ ليه بتكذب وانت كبير كده؟ مشيت اجيب لك حقي. مش انت وعدتني انك ما تعمل له حاجه؟ وعدتك هاي،
لكن تجي الدنيا وتعيش منيا، ما قدرت اخلي. عرفت ليه انا ما داير اكلمك؟ عشان راسك القوي ده. هسه خلي النقة الكثيرة احنا نوم. شكلي حاسقط في الرياضيات. لا بالعكس، حتنجحي. وبالمناسبة لو ما كتبت اي حاجة في الورقة حتنجحي. استاذ اشرف ده تاني لما يشوفك بيقوم جارك. يلا تصبح على خير. انت انا بحبك يا ابو. وانا بموت فيك. نو همشي اغير هدومي وجي انوم معك كده. مجدي، مالك ما جيت نمت الليلة؟ ما في حاجة. ما في حاجة دي ما تقولها ليه؟ في شنو؟ أنا معاشراك لي سنين وشك ده مخطوف. مالك؟ والله حقيقة كانت في مشكلة في الشركة قديمة كده، وأنا افتكرتها اتحلت، بس للأسف الشديد إنها ما اتحلت. مجدي، أنا قبل كده سألتك هل عندك شغل تاني غير شركة المعمار دي؟ أبدا. ما مصدقك. ليه؟ أول حاجة عشان بنتي اللي خطفوها دي. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، الموضوع ده اتحل خلاص. اتحلت بالنسبة لك. أنت كان فاكر أنا حمشي الموضوع ده ساي تكون كذاب. وهتعمل شنو يعني؟ لو حسيت للحظة في خطر على الحياة ديالها لا حتلقاني لا حتلقاها. والله يا أمينة بتتكلمي كأنك كأني شنو؟ تمة منه. والله العظيم أنا الفيلم مكفيني، فأحسن خلينا أمشي أنا. اسمك من؟
زمان في حلتنا في بيت أسياد ومات، والناس ديل خلوا دهب كتير في البيت ده، والناس ديل ذاتهم لا عارفين لهم قريب ولا بعيد. يعني الدهب ده حلال لأي زول بشيله. عندي عمي أول زول خشه طلع مجنون. عارفة ليه؟ لأنه البيت طلع مسكون، فبقى ناس الحلة عندهم حلين: يا يعاينوا للدهب ده من برا ويتمنوا، يا يخشوا جوا ويجنوا. عارفة انتي فرقك منهم شنو؟ هناك في دهب وفي شيطان، بس هنا ما في دهب لكن في شيطان. وهناك كان اللي بيخش بين، هنا اللي بيخش بيموت. نفرض قتلتني، هتمشي من الحكومة وين؟ يا أخي الحكومة انت شدة حظك ما كعب، خليت بيوت الحلة دي كلها تلبت ليه ما في اتلب بيوت الحلة كلها. ما فهمتك. جيب الشنطة دي، جاية تسرق المسروق. يلا دي مقروشي. قروش منو؟ الشيخ. بالله انت سرقت الشيخ؟ سرقته، وخليك عارفة انا مخليك مطلع نفسك ده لهسي عشان عارفك. لو عارفة الجاية ودمنه ما كان جيتي ولا كان فكرتي انك تجي. عشان كده حاديك العذر، ونصيحة مني لك: البيجي يسرق في تفاصيل كتيرة لازم يكون عارفها يا بليدة. كتر خيرك. ما عندي خير عشانك، فيد واستفيد، وحانطاقش وحاوريك لما نجي يسرقوا بيسرقوك. اتمسح. صباح الخير يا شرس. صباح النور يا جريزة. كويس جيت أنا أتكلم معاك. بني الحياة من الموت ما معروفة، زي ما شايفة أمك ماتت وداع ما ودعتنا. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر لها ويخليك لي. أنا في حاجات داري تتعلميها. شنو يا بابا؟ دفاع عن النفس. طيب وريني. طيب، دفاع عن النفس ده كان اتعلمتي تاني ما حتحتاجي حرب يجي يدافع عليك عن زول، يعني زي الأستاذ ده كان عشتي وبراك. شوفي، أي شكل في الدنيا في 3 ضربات بتحسم ليك الشكل في 3 ثواني. الأولى الحنك. حسيتي بشنو؟ حسيت بها في راسي. وده حالته أنا هبشتك بالراحة. لما تكوني في شكلة ودايرة تحسم الشكلة دي سريع، أعمل كده بقوتك كلها يا منى. ركزي في الحتة دي واضربي. لو قدامك فيل بقع. الضربة دي نحن عندنا اسمها الغاطية، بتنهي ليك الشكلة سريع جدا. تاني حاجة في قانوننا بيقولوا لك تضرب ترمي، تجلي تقع. عارفة ليه؟ تضرب معناه بقوتك كلها تضرب، ترمي الزول اللي قدامك. لو جليت قوتك دي توقعك الواطة،
عشان كده انا ما دايرك تقعد تركزي شديد في الضربه دي. حاضر. طيب والتانية؟ الثانيه النخره. شايف العظم ده؟ العظم ده ضعيف جدا في جسم الانسان، هش. الضربه دي نحن نضربها لما نكون دايرين نخوف الزول، نفس القوه كلها تضرب هنا. أول حاجة الزول بيسمع صوت كسر عظمه ده بيتنجن، وتاني حاجة الدم ما بيجي بسهولة. كده انت حسنت شكلتك، لأنه الزول بيكون الدم نازل وخايف داير يروح راح يموت. طيب هتاني في حاجة لأنه دخلتها من المدرسة. هتمشي المدرسة، في حاجة أنا دايرك تخلي لها بالك شديد يا شرسة. في أي شكل أبدأ تضرب انتي، حسيتي إنه النقاش ماشي على شكله أبدأ تضرب انتي، هاجمي ما تدافعي، لأنه عنصر المفاجأة دائما كسبان. الرنجة انت منو؟ حربية. أبوك منو؟ حربي. إيه يعني شنو؟ تمام الشامل. سلمى. ايوه سلمى تعالي. ايوه حربي. ايوه يا آسر. انت من قلت طالع وحتسوقي معاك منيا؟ اي وحاجيبها معي كمان. خلاص امشي، ما تعمل اي مشاكل مع عمتي. يلا رح. سهام يا سهام، انت سكت العربية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تكون راجل هجام ورجام كده، عربية شنو اللي انا بسوقها يا راجل؟ العربية دي امبارح انا اما جيت علقت المفتاح فوق الحيطة، هسه اما طلعت برا لقيت المفتاح فوق الكبوت. يا هو المقاوم نفسك كده ما عادي، شيء طبيعي جدا، بتكون انت بنفسك نسيت المفتاح برا. انت متخلفة، انساه كيف يعني؟ ولما انساه فوق الكبوت، في زول ساق العربية دي وما كلف نفسه حتى يرجع المفتاح محله. اللي الواب علينا يا متولي، ده كلام شنو يا متولي بتقول فيه ده؟ يعني معقولة ومبارح يا شيخ ولينا نحن؟ الله يستر الله يستر عليك الجداد. الله يستر الله يستر. مدي هسه بدي طالع. السلام وعليكم السلام ورحمة. مجدي، الزولة دي قالت انتوا فصلتوا اخوها من الشركة فجات عاوزانا نرجعوا لها الشغل. بتكلم انا. مجدي الزولة دي منتظرة بتكلم معاك انا. تمام بيبقى كله ان شاء الله. كتر خيرك يا أستاذ مجدي. أنا وأخوي ما عندنا غيرك بعد الله. طبعا كان عندي أبوي لكن السجن مؤبد ظلم، لأنه في وقت حرام بستري شوال بنقو، لكن ربك رب الخير جاء عفو عام وطلع. وأول ما طلع كنا قايلينه حينسى 9 سنين للسجن ظلم دي، قام مشى قتل ود الحرام السجنه ورجع السجن تاني. عشان كده شكرا لك كتير يا أستاذ مجدي. حصل خير ان شاء الله معوضة. يلا عن إذنكم. شكرا لك كتير. مجدي ماشي وين؟ لا لحظة دايراك. امبارح ناس الضرايب جو للكوفير دايرين مبلغ كبير، فعليك الله يحل لي الموضوع ده. معتذر لنا مجا ولا شنو؟ ما أعرف والله. يا رب تكون معلوم. انت يا سالم ما عندك شغله غير البيت دي ولا شنو؟ كيف يعني يا مستر؟ كده يا اخي، كل ما اجي داخل الشركه دي القاك لاصق فيها. لو سمحت يا استاذ دي شنو لاصق فيها دي؟ انتبه لالفاظك. الله، كمان دار توريني انا اقول شنو ولا ما اقول شنو؟ ما القصد يا استاذ؟ يلا انا حوري مجدي، حقول لي الشركه دي عباره عن ريده بس، كلام فاضي، ما في احترام ولا شنو؟ يا بوس الموضوع ما له علاقه بعدم الاحترام، ده شغل واحنا شغالين مع بعض. شوف يا سالم، انا تاني لو جيت لقيتك قاعد جنب البيت دي بفصلك، واضح؟ تعالي وراي.
أيوة يا أستاذ آمين. كده أول حاجة قول لي آمن. الحاجة التانية، أنا داير أديك نصيحة اعتبرها من أخوك الكبير. تفضل. أنا والله حاسس إنه سالم ده نظراته لك ما بريئة كده. قبل ما نحكم عليه، في عندك معاه علاقة؟ لا لا يا بوس. أنا بصراحة أول ما جيت الشركة دي حسيتك كده أنضف زولة فيها، ما بتشبه الناس زي، بحسك كده زي الملاك قاعد توصي الشياطين. بصراحة حاسس كده إن الناس دي كلها طمعانة فيك عشان جمالك. لا بالعكس يا بوس، الناس دي نحن زملاء وما بيناتنا إلا الاحترام. ده الشايفاه وانتي الشايفة من حاجة تانية. وانا بحكم ان انا يعني عشت في امريكا وقدرت في فترة وجيزة يعني اكون ثروة وابقى مليونير، فتعاملت مع الاشكال دي كتير جدا. فدوى، انا دايرك تعتبريني سندك. تسلم يا بوس. كده قبل انسى، دايرك تسجلي رقمك هنا في داتا كده داير ارسلها لك في الواتساب. لا ما تفهمي غلط، في داتا داير ارسلها لك في الواتساب. حاضر. تفضل يا عم اكتبك. يا بنت قولي لامك حشلك شنو؟ النخرة. شايف العظم ده؟ العظم ده ضعيف جدا في جسم الإنسان، هش. ضربة دي نحن نضربها لما نكون دايرين نخوف الزول، نفس القوة كلها تضرب هنا. انت قصتك شنو كل يوم جاي تشيلي سندوتشي؟ ما حشيل لي اي حاجة. حسنين أبوي، ازيك؟ الحمد لله. تعرف انا جيت لشنو؟ جيت لشنو؟ انا مشتاق لك شديد. أنا ذاتي مشتاق لك يا أبوي. يلا رح معاي. أروح معي وين؟ بتعرف لما نصل. أبوي، حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. الباب دقدق، الحيطة امتحان كيمياء عليك. لكن أنا قاري أدبي. البنجو صوته عالي. صوت واصلكن حال تراخي للسماعة. هنتكلم برا؟ لا حنتكلم جوا. خشي. يا قلبي السرار والحبك ليا واعي. النور، حبك ليا. نور، مالك هذا المخطوف كده؟ كيفك؟ ليلة شفت لي حلم ما عارفه سمع ولا كعب. طردوك من الفيلا؟ لا يا النور يا أخي. يا أبو طباخ تاني؟ لا.
في شنو تكلم؟ انت وديتني فرق اتكلم ذاته. اتكلم. يلا شفت لك في النوم ابوي جاني لابس ابيض في ابيض، شفته وقال لي يا ولدي انا مشتاق لك، ساقني معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك في شنو؟ والما في شنو، شغله وانتهت خلاص. شغله شنو انتهت دي؟ والله ما عارف اقول لك شنو. شلتها بجاي لقيتها حاره، جبتها بجاي برضو لقيتها حاره. عافي الناس حسنين. عافيهم ليه في شنو؟ فهمني. انت حسنين ابوك ده لما ساقك ان شاء الله فكاك والله واصلت معاه. شفت ساقني ماشيين، شفت كده لحد ما جا نور ابيض كبير، شفت كده جهرنا الاثنين وانا صحيت على كده مع النباه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا النبي نوح انت بتشهد فيني كده؟ فهمني الحاصل شنو بتشهد فيني من قبل كده عين. امشي اقرا عن الحلم ده وعافي الناس حسنين. شغله دي كعبه للدرجه دي ولا شنو؟ عافي الناس حسنين. عافي شنو عليك الله؟ عافي الناس والله انك ضبايط. كلم شنو ذا مرة يعني ابوي. ليك في الحطب. إيك النفخ ده أنا أول إنجاز يدوكوا في البلد دي طلعت باسمي. بديتها بباكات انتهت بين استباحة ونوامة. خليته لأنه قتل لي ولدي. الغريبة ما انجزتني، أنا كله كان بيدي، لكن ما تفاصيل. قلت ليش جبت ده؟ اتدقت لتعشير المغابر. وكيف اتدقت؟ كنت حامل مفروض ما أنفخ، لما ولدت طلع ميت. مثلا كرهته من اليوم داك حلفت تاني ما أنفخ. جاياني ليه؟ جاياك عشان نحن بنشتغل نفس الشغل، ليه ما نشتغل سوا؟ خليني أحركها في الساعة دي لحد نهاية اللغة دي بوريك إذا حيحصل ولا لا، لأنه كوني أعتمد عليك دي ما بتبقى. ليه؟ راسك فاضي. ما وقعت ليه؟ مثلا لو أنا في شارع وداير أرفع طوبة، لو ما زحيت عشان أعرف التحية ما برفعها، وده اللي حصل منكم امبارح. يعني ما حنشتغل سوا؟ حنشتغل سوا، بس أنا اللي بخطط وبعدك ننفذ. موافقة، بديك الريموت. نبدأ الليلة؟ ده عيبك الاستعجال. أنا أي حاجة أجي أعملها بحركها في الساعة دي، ما بعمل حاجة ساي عشان الغلطة بيضربها. بيان ومرك. أنا بمشي، وريني لما تبقى جاهز. لغة ترتيب. يا حربي انت امورك طيبه يا صاحبي؟ اني يا تناحي. لا يا قرب اكون معك صريح يا اخي، انا حاسس انه بعد ما سمر دي ماتت صرف البيت ده بقى تقيل عليك يا صاحبي. انت ده منو اللي قال لك سمر اصلا كانت بتصرف على البيت؟ سمر ده الله يرحمها رغم الراتب العالي بتاعه انا ما حصل خليتها تصرف جنيه. انت داير تقول شنو؟ داير اقول شنو؟ يا حربي في بطوله بعد اسبوع، والبطوله دي الجائزه بتاعتها كبيره، تضمن لك مستقبل مني يا راجل. يا ريت يا ولد الحاج، يا ريت والله. لكن سمر دي اخر كلمه قالتها قبل ما تموت انما داير انا اشارك في بطوله وما بقدر. حربي سمر دي ماتت والحي ابقى من الميت يا راجل. سمر ماتت لكن كلامها ما مات. تليفونك نازل. هاي منيا مالا كويس كويس هسه بيجي. فيش ناس صاحبي؟ دي الناس مدرسة منيا قالوا اجي هسه. خلاص انا ماشي معاك يا معلم. يلا.
مالك يا بنتي سرحانة؟ والله يا امي لو عرفت اللي في راسي تقول لي بنتك دي جنت. احكي لها يا منى في شنو؟ انا قررت اسافر يا امي. انا ههاجر واسوق ديالة معي. المشكلة وين طيب؟ ما هكلم مجدي. لا 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 لا، فعلا انت هنا كده جنيتي يا منى. ما جنيت يا امي، ده الصح. والله صح، واحد ما في الموضوع ده يا منى. ده يا ماما ما اسمها انا عايزة اهاجر، دي اسمها هروب. هروب. اي بهرب يا امي. انت قاعده انا همشي الحاجه دي بالساهل؟ ده اللي خطفوا بنتي. اي ما هنا، لكن ده ما حل. انت كده بتعالجي الغلط بغلط اكبر منه. والله ما في غلط في حياتي غير اللي اسمه مجدي ده. الزول ده كعب شديد يا امي. يا اخي ده وراه مصايب كثيره، لو ما كده ما بوصلوا يخطفوا بنته. الموضوع ده انتهى والحمد لله يا منى، هسه بنتك في حضنك. الحمد لله يا امي، لكن ما انتهى ولا حينتهي لغايه يوم لو لقيتيني انا وديالا ما في شيء نحفي لنا بس. ما عافيه ليكي لو عملت الحركه دي من وراي. في شنو يا استاذ؟ وني ده في زول ضربها تاني ولا شنو؟ لا، بنتك المرة دي ضاربة. ضربت مين؟ ضربت الطالبة رحمة. يعني انتوا هسه مناديني من الشغل ومزعجيني عشان بنتين صغار يشاكلوا؟ أنا والله لو كان الموضوع بسيط ما كان ازعجتك، الموضوع أكبر من كده. طيب في شنو يا استاذ؟ يا أستاذ أحمد، نادي لي الطالبة رحمة. وني انت عملت شنو؟ اديتها هوك. ما تكون جنبك. هي عملت لك شنو؟ وهو انا اديتها فرصة، مش انت قلت لي لو حصل اي حاجة ابدي الشكل انتي؟ خش يا رحمة. تعال ما شوية تعال. عافية. شوف يا سيد آسف، بنتك سوت في البيت شنو؟ دي ضربة مؤذية، كسرت نخرة البيت. أنا ما أعرف بنتك دي الأفكار العجيبة والغريبة بتجيبها من وين؟ أنت بتحضري أفلام عنيفة في البيت؟ ده ابوي علمني كده. نحن اسفين جدا يا استاذ، والبنت تاني ما بتعمل كده وحاضرين لاي تعويض. الموضوع ده شوفه مع أهل البيت، لكن أنا عندي سؤال. بنتك الأفكار الغريبة دي والعجيبة دي اتعلمتها من وين؟ نحن حاجات زي دي وأساليب عنيفة في المدرسة ما عندنا. أنا أرفضها تماما، وده يعتبره إنذار أول، ولو اتكررت العملية دي تاني أنا حافصلها. افصلها. بنودي مدرسة ثانية. قربة ازودك عبو. ابرد يا سندال، ابرد. يا استاذ نحن اسفين جدا يا اخي المرة الثانية. معلش يا حلوة انا اسف والله. انا حتواصل مع اهل البيت دي وان شاء الله الامور طيبة. امرك يا منيا. النور ده ماله خوفني من الحلم ده كده. كده نشوف نفحص تفسير الأحلام. عندما يأخذك رجل ميت. لا لا لا، نشوف حاجة تانية. أكيد كده لا. لا، يعني أنا حاموت؟ كيف الكلام ده؟ أنا حاموت؟ حسنين مالك قاعد كده زي الميت لك زول؟ والغدا ماله اتأخر كده، الجوع قتلنا. الجوع قتلكم؟ ما كعب الموت حق الجوع، كعب الموت اللي بيجيك وانت نايم. وانت نايم كيف يعني؟ أنا مودع يا منى. مودع يا منى؟ مدام منى أول حاجة، ومودع ماشي وين يا العوير؟ قدرت أخلي الشغل؟ أنا حخليه، وانت حتخليه، ومجدي حيخليه، النور العفين ده ذاته حيخليه، لكن ما حنخلي الشغل، حنخلي الدنيا. أعوذ بالله، مالك علينا يا أخ؟ من اتجاز للموت؟ بس ده عليك الله، ده سؤال؟ ده شنو عوارض ياسي؟ لأنه الموت بيجي فجأة، بيختفي كف كف كف. أقول لك حاجة؟ ما دايرين ناكل ذاته، ما تملانا فقر عليك، ماشي أطلب حاجة من برا. دقيقة، أطلب الرحمة يا منى، أطلب الرحمة. الأكل اللي أنا بسويه كان على الأكل أنا هسي بسويه، لكن خليك عارفة حاجة واحدة، كلنا ماشيين، كلنا ماشيين. يا زول امشي براك، أنا ما ماشي حتة. امشي براك، ماشي وين هسي؟ المطبخ بجاي العوير. كلنا ماشيين.
كلنا ماشي. بيجاي بيجاي. كلنا ماشي. وانا دي مصايب شنو انا وقعت فيها دي؟ ماشي. كلنا ماشي. كلنا ماشي. نهارك سعيد يا مافيا. عمك يعني شنو كل مرة أجي ألقاك قاعد في الشارع ما قاعد تقول لي رح على البيت؟ أرع على البيت. يا مافيا سمعت بالشيخ بيته منسرق. الشيخ مين؟ الشيخ يا أخ أنا عرفتك عليه وما جيتني في البيت المرة اللي فاتت. أيوة ده الباب فاتح ناصي ده، عنده طبق مقبل شرك. يا هو ذاته سرقوا شنو؟ سرقوه ذهب وقروش وعلي راحة كده وعنده جرجير. اللي انت ما عارفه يا مافيا انه الحلة دي ما فيها زول ما مرتاح. وسه عمل شنو؟ والله بلغ الشرطة وانا ذاتي من دربي ده ماشي ابلغ. ليه انت سرقوك برضو؟ والله حصلت معاي حاجة غريبة جدا يا مافيا. مفتاحي خليته جوا البيت، طلعت الليلة الصباح لقيته برا، يعني العربية دي في زول ساقة ورجعها. طيب انت يمكن ذاكرتك ضعيفة ونسيته برا، لكن لو متأكد فعلا حاجة غريبة. حظكم كعب يا مافيا، حاجات دي ما حصلت إلا بعد ما سكنتوا إنت والبت طلعت منك قبل شوية دي. طلعت خطير يا مافيا. دي ما نفس البيت طلعت معاكم امبارح بالعربية. انت شفتني ولا شنو يا فردة؟ البت دي حنك شنو يا مافيا؟ أول حاجة أنا ما فردة، ولو عدت أقطع لسانك من الأغلوق، وحنك شنو ما حنك شنو، أنت ما عندك بيه شغلة. انت حتلعب معاي ولا داير تغني ولا داير نلخبط معاك يا مافيا؟ لخبط معاي وقوم شوفني ما تسمي يعني. ما فاهم. أفهمك. شوف يا متولي، الحاجة الرابطاني بك إيجار البيت ده، أي حاجة غير كده بتدخل روحك في حتة أضيق من فتحة الليل. وصلك؟ فهمتك. قوم اتمسح من وشي ده. كويس. خير يا مجدي، مالك في شنو؟ سمونا يا اخي. ما كتبوها يا اخي، جات البيت عديل يا اخي. جات البيت كيف يعني؟ ما عارف. تكون هربت يا جمال؟ يا اخي هربت؟ انت قايل فيلم هندي ولا شنو؟ كده فهمني بالراحه، جات البيت كيف ولقت منو؟ جيت طالع لقيتها قاعده مع مين، وحكت لي قصه كده من خيالها ما عندها اي علاقه بالحاصل بيناتنا. طيب كويس ما ورت مرتك الحاصل. شنو هو الكويس وما كويس؟ ما كويس ولا اي شيء. ما حكت لي لانه عندها خطه في راسها. سمونا دي اخبث انسان انا بعرفه في الدنيا. كده سياهده وروك نشوف نفكر نعمل شنو. ما في حاجه اسمها هذا، وما في حاجه اسمها نعمل شنو. سمونا لازم تموت، لان اذا ما ماتت حتفضحنا يا جمال. إن شاء الله مبسوط بشوفتي. سمونا؟ سمونا دي زمان، قصدك سم وأنا يعني سمونا. انت جبت رقمي ده من وين اصلا؟ وأنا وصلت بيتك هيغلبني أجيب رقمك؟ عيب عليك. وطلعت كيف؟ كيف دي خليها، السؤال
بعد طلعتي هتسوي شنو؟ دايرة شنو يا سمونة؟ يا ابو المجد، قول ما دايرة شنو؟ واحدة سجنت 9 سنين، بال9 سنين دي كل يوم بتفكر تنتقم منك كيف؟ اسأل السؤال ده. دايرة شنو يا سمونة؟ مبدئيا كده برسل لك حساب ترسل فيه 5 مليار، اتأخرت همشي اتفاهم في الموضوع ده مع مرتك. ده سميه استغلال ولا شنو؟ لا استغلال ولا تهديد، احنا بنسخن بس، لسه ما دخلنا الميدان. عندك 5 دقايق. قالت دايرة شنو؟ قالت دايرة 5 مليار. وحترسل؟ حارسي، لكن أنا بعرف أخلصها كيف، بعرف أشيلها كيف يا جماعة. يا ابو رحمه يا اخي والله انا فاهم انه البيت يتضرر ضرر شديد. انا اسف، وتاني بقول لك انا قبل اسفت لك وهسه تاني بتاسف لك يا اخي، والله نحن اسفين وحقق علينا. وبص لي رحمه في راسه 500,000 مره. هسه انا داير اقول لك شيء، تكاليف علاج البيت دي من الالف للياء علي انا، اي حاجه بدفعها، للزريع حسابك بس. كويس يلا، وسلم على رحمه. في شنو في شنو في شنو؟ ان شاء الله خير. دي جون سينا دي ادت البيت بنيه، كسرت نخرتها. كسرتها عديل كده؟ ايوه والله. هسه ده ابوها ضرب، قال يتكفل بعلاج البيت. شكاتي ودي ضربتيها كيف دي؟ اديتها هوب. وما لقيتي اي حته في جسمها لا غير نخرتها وتكسريها عليها كمان؟ لا ابوي علمني كده. ونعم التربيه والله. خلاص داير تخرب البيت؟ احسن لي احسن لها يعلمها تدافع عن نفسها. لكن اسمعي، الحاجات دي ما تعملها مع مهند. شريسة، انت الموضوع ده فهمت غلط شديد. انا قصدي الحاجات اللي علمتك لها دي ما لي شكلها المدرسة، ده بعدين لما تكبري وزادوا الحياة دي للناس الأكبر منك. لكن شغلات المدرسة البنات دي معية الشعر، خربشي كده، عضي، لكن تضربي زول في نخرته دي ضربة خطرة، ده ما تعملي كده. لكن دي انا حبيتها، حزمت لي الموضوع سريع. تاني يا ماما ما تعملي كده، كويس. حاضر. يلا انا ماشي هرقد بهناك، تعال حصليني بعد شوية. كويس. يا حسنين، حسنين، نعم يا استاذ مجدي. جيب لي بشكير، عايز اخش الحوض. قدرت اخش الحوض؟ طيب كيف لما انت تخش الضيق؟ ديك شنو؟ ظلم. ظلم شنو؟ ديك شنو بتتكلم عنه انت يا اخي؟ قصدي القبر يا استاذ مجدي. انت يا استاذ مجدي يمتين ما كفايه سكر؟ وما ابو عليك انت عسكر ولا ما عسكر؟ بخصك في جنين انت. انا بتهمني مصلحتك، لانه الموت ده بيجي ما بدق الباب، بيختف كف كنف. الفيلا دي بعدين ما بتنفعك هناك. انت يا حسنين داير زياده راتب وبتفتش في مدخل ولا شنو؟ الراتب زاد ما زاد، كلنا ماشيين يا مجدي. وين ماشيين؟ ماشيين هناك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني هسه ديالة دي شايفة كده تجي فوق ماشية، يجي كمان منا فر تمشي، يظهر لك النور فر يمشي،
يوم ما بينفعك إلا عملك. امشي جيب بشكير خلينا نخش الحوض. أنا البشكير بجيبه، لكن خليك عارف حاجة واحد، كلنا ماشيين يا مجدي. ديالة ماشية، منا ماشية، سعاد ماشية، كلنا ماشيين، انت ذاتك ماشي. حسنين انا بحسب لحد 3، اقسم بالله العظيم القاك في وشي انا امشيك من الفيلا دي جد جد. يلا امشي من هنا يا اخي امشي. كلنا ماشيين. كيف؟ انا ما اعرف من التي ذاته متحمل القرف ده كيف ده يا اخي. كلنا ماشيين، كلنا ماشيين، كلنا ماشيين. كان ما ترسل يا مجدي، والله أنا حعذبك عذاب في الدنيا دي. ازدهار كيف؟ تمام الحمد لله. امشي اللي بتاع الدكان ده استلت لكم 5 مليار. أجي قروش قدر ده؟ سومة يا بنتي انت كان حرامية وريني. ما حرامية، شغالة، اشتغلت شغل كويس في الخرطوم. شغل شنو؟ شغل شنو قروش كتيرة قدر ده؟ تجارة يا ازدهار. اسمعيني يا سومة، كان رجعت السجن تاني يا بنتي أنا ما عافية ليك، أديتك عدم العفو. ما برجع، المهم شيلوا مليار وخلوا الباقي. سمح. تمام. سلام الله والنبي. يا سمك سمونا سمعك. سهام متولي دي البلعة الجاية. قصدك نسرقهم؟ مثلا ننظف دولاب. الناس ديل كده ما حيركزوا معانا. انا عارف روحي بسوي فيه شنو. اسي كل اللي حخليك تعمليه تمشي ناس سهام ديل. حربي يا حربي، حربي الحقنا، الحقوني يا حربي، فجأة بس بقت ماسكة راسه وبتكورك ما عارفة مالها، الحقنا يا حربي. في وحشة الزمن الغريب روح عمرنا وما رجع، عدنيا ظلمك حد وين ما بتدي غير حسر وجع، وشحت انا وجع السنين خلق الله عماها الطمع، الراجي ربنا ما بخيل والسند ربنا ما بقى. يا دروب